شويه جمبري كده على الوش. صباح الفل عليكم. النهارده جاي اعمل لكم اكله اسكندرانيه اصيله، وهي الكشك بالجمبري، بس هعمل لكم على طريقتي انا. اول حاجه هنجيب بوله، وهنجيب علبه زبادي، كوبايتين ميه يعني نص لتر، نص باكو خميره فوريه، معلقتين كبار دقيق، وهنقلب الكلام ده كله كويس قوي كده. اهم حاجه الدقيق ما يكتلش معاكم. وهنسيب بقى الكلام ده نركنه على جنب كده نص ساعه. هنجيب طاسه ونحط فيها شويه زيت حلوين كده، وبصلايه كبيره تتقطع صغير، ونديها تشويحه لحد ما لونها يبقى بني غامق قوي بس مش محروقه. يلا اوريكم هنعمل ايه بعد. اهي البصله احمرت خالص، ننزل بقى دلوقتي عليها بالجمبري ونكمل تشويح مع فصين توم متقطعين صغير خالص. هننقله بقى في طاسه اكبر، هننزل عليهم بشويه عصير طماطم. عصير طماطم يا جماعه، مش صلصه طماطم. ده بيبقى 7 8 طماطمات بتسلقهم سلقه حلوه، بعد كده تضربهم في الخلاط كويس وتصفيهم خالص. تاخد الميه بتاعتهم اللي طلعت وترمي القشر. الميه تحطها على النار تسيبها تغلي لمده تلت ساعه لحد ما تتسبك، يبقى لونها احمر قوي كده ومفيش اي صلصه. ونزود عليها شويه شوربه جمبري. شوربه الجمبري دي كنت عامل لها فيديو قبل كده، ممكن تشوفه، بس هي سهله. شويه قشر جمبري وروز جمبري بتسلقهم مع شويه بصل وجزر وعيدان كرفس بشويه توابل زي اي شوربه. لو ما عندكش اعمل باي شوربه، لو ما عندكش اعمل بماجي. ادي بعد ما غلي وقل شويه، نبتدي بقى ايه اخر حاجه خالص، ننزل عليه بالخليط بتاعنا. نقلب بقى ونفضل نقلب كده وهو على النار. دلوقتي بقى هنسيب الملح لاخر حاجه. كل اللي هنحطه دلوقتي شويه كمون، وكده كده الشوربه بتاعتنا كانت متبهره ببهاراتها العاديه. دلوقتي يا جماعه خلصت اهي، ونسيت اقول لكم على اهم حاجه، تحطوا مع الكمون والملح نص معلقه كبيره سكر، عشان دي هتعادل الحموضه بتاعه الطماطم. دلوقتي خلصت. القوام بتاعها اهو زي ما انتم شايفين، مش هنخليه تقيل على الاخر، يعني هنخليه كده اهو زي شوربه العدس، لان هي لما تبرد هتتقل اكتر. ولو على النار وانتوا بتعملوها ما تقلتش معاكم بسرعه، ما تزودوش دقيق، زودوا معلقه نشا دوبوها في كوبايه ميه وانزلوا بيها عليها. معلش يا جماعه عشان مش هلحق اوريه لكم بعد ما يبرد، فانا هوريكم هيبقى عامل ازاي. هو هيبرد ويتقل، فلنتخيل مع بعض. شويه بصل مقطعهم صغير وقليتهم عادي اكني بقلي بطاطس محمره، تحطهم كده على الوش. شويه نعناع. طبعا يا جماعه الاكله دي لما بتبرد بتبقى احلى بكتير. شويه جمبري كده على الوش. تحفه وعلى قد الايد. يلا باي باي. شايفين يا جماعه، كل ما بيبتدي يبرد كل ما القوام بتاعه بيتقل زياده، ولسه بقى لما دخلوه التلاجة. الاكله دي لما بتبقى ساقعه بتبقى تحفه، لو جربتوها هتعملوها على طول. صباح الفل عليكم.